في وسط التعليميه. الاضراب اللي انتوا الاضراب احنا عاملينه بالخصم اللي نازل علينا بنسبه 83%، دي حرام. فبناشد وزير التربيه والتعليم ووزير الماليه ان احنا يساوينا تبع المدرسين وتبع كادر المعلمين، لان احنا كل منظومه واحده، احنا كل منظومه واحده وكل مركب واحد. ازاي يخصم من ده ويدي ده؟ يعني حضرتك وزاره الكهرباء العامل محمد موسى رئيس قسم التسويات في الاداره التخصص التعليميه، يعني وزاره الكهرباء العامل زي المدير بتاع الكهرباء، ده بياخد الكادر وده بياخد الكادر وده بياخد الكادر بتاع الكهرباء، بتاع التليفونات نفس النظام. ليه احنا التربيه والتعليم المدرسين لارواحهم والاداريين لارواحهم؟ الاداريين زباله والاداريين جايين من مكان ثاني. انتوا الخصم النهارده الخصم في 83% باثر رجعي علشان المكافاه القديمه، و83 يبقى لمده شهر، لمده 24 شهر للمكافاه الجديده، يعني هيخصم مني 166%. طب انا عامل قرض في البنك، اسرق ولا اقتل واحد ولا اعمل ايه؟ ولا يجي على البنك اعمل ايه؟ قولي اعمل ايه؟ محمد سمير محمد علي، لجنه الاصلاح والكشف عن الفساد. احنا دلوقتي بنناشد في الاداره هنا اعمال الاداريه، بنناشد وزير الماليه اذا كان عايز يطبق الخصم يرجع كده ويطبق علينا حكم المحكمه، يطبق ال 1200 جنيه الحد الادنى للاجور، وزعوها اخيرا قالوا 1500 على السي بي سي، يدينا بس ال 1200 حكم المحكمه. اذا كان بيحترم القضاء ينفذ حكم القضاء، لكن يجي يخصم مننا 83%. هو ناسي القانون 4 لسنه 2000، قانون 4 لسنه 2000 يا معالي الوزير، ما بيتمش الخصم، بيتجاوز الخصم اللي تم صرفه قبل كده. رأيي من رأي الأستاذ، كل البيوت هويدا محمد إسماعيل إدارية كاتبة في إدارة فاجوس التعليمية، يعني كل الإداريين ما ينخصم منهم 83%. إحنا كل حتة أساسنا بيوتنا على كده وأساسنا حياتنا على كده، هنرجع نعمل عاملين قروض بالبنوك وبنعلم في عيالنا والحياة صعبة، نسرق ولا نعمل إيه؟ الستات يعملوا إيه؟ في حالة تطبيق الحد الأعلى للأجور، أحمد صباح مدير الفصل التعليمية، في حالة تطبيق الحد الأعلى للأجور سيتم توفير مليارات الجنيهات للدولة يمكن بها عمل استثمارات. الحد الأعلى أو الأقصى واحد، المهم يكون في عدالة اجتماعية، لأن في الحالة دي هيتم توفير مليارات الجنيهات ممكن عمل مشاريع استثمارية للبلد يستنفع بها كل الناس، يمكن بها الدعم في المسألة الغذائية لكل الناس. نرجو تطبيق الحد الأقصى للأجور. لابد يساوى المدرس بالعامل بالإداري بالمحاسب بالمحجج، والمرتب سواسية، لأن بنشتغل في حقل التربية والتعليم. لابد كنا في سلسلة. الخصم بعد إذنك اللي تم لا ما تخصمش، لسه جاي فاكس فوق، لسه مش جاش رد عليه، ما جاش رد عليه. أنا بشتغل في تظلمات في العقود اللي هي كانت السنة اللي فاتت كده قبل أيام الثورة، بقالي 6 شهور مش صرفت لا مكافأة ولا مرتب، وهما بيقولوا إيه المرتب بتاعنا 86 جنيه، يعني لما هنقبض 86 جنيه ماشي، ويعني أنا عايزاهم بس ييجوا. يعني حضرتك دلوقتي بتقبضي 86؟ مش قبضت خالص، بس خالص ولا مكافأة امتحانات ولا مكافأة. 86 يعملوا ايه؟ نادية اسماعيل السيد عوض رئيس قسم الشؤون العاملين بالمهيات، الاستاذه اللي قالت انها بتقبض 86 جنيه وعايزاهم ولسه ما جاش، انا معاها، بس الاداره التعليميه ملهاش دعوه، لان هم بيقبضوا على صندوق المحافظه من الكارته والكسح وما اعرفش ايه. هل موظفه تستنى لما يبقى يجي حاجه من صندوق المحافظه وتقوم تشتغل؟ امال هي موظفه ازاي؟ وبعدين احنا عايزين تطبيق الحد الادنى للاجور، لان وقفوا تطبيق الحد الادنى لما عينوا الكوادر الاخوانيه في البلد. انا عايز قناه رابعه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمد عبد الله السيد نناشد السيد وزير التربيه والتعليم بسرعه، والسيد وزير الماليه بسرعه اجراء الحد الادنى للاجور والحد الاقصى للاجور، لان الحد الاقصى للاجور يا ابله يوفر مرتبات اكثر من 3-4 آلاف في الدوله. نعيش في دوله لا يحكمها الا غابه موجوده، لا نعرف اين نقبض واين نصرف المرتبات، لا تكفي. سبب الاعتصام خصم 83%. كيف للعاملين بالمنظمة التعليمية يعملون بالحكومة من الخصومات الموجودة؟ كل واحد يأخذ حقه.
عن طريق ده تاثيره ايه على حياتك؟ هيعمل تأثيره لأنه لا يكفي لأن القرض لا يكفي والمرتبات لا تكفي. نناشد السيد وزير التربية والتعليم مرة أخرى بالحد الأقصى والسيد وزير المالية والدكتور محمد مرسي السيد رئيس الجمهورية أن يقف لهذه وقفة شاملة على المنظومة التعليمية، لأن المشرفين والإداريين والعاملين هم تابعين لمنظومة تعليمية يعلمون 16 مليون تلميذ في المدارس المصرية. كيف يأخذ وزارة الكهرباء أكثر من ذلك؟ هل هم حقوقهم ناقصة؟ العامل حقه ناقص؟ لماذا؟ المشرف ناقص؟ لماذا؟ الكل يأخذ أجره، وأنتم طالبتم يا حزب الأغلبية بالحرية وسميتم أنفسكم حرية ديمقراطية، ولا نجد أي حرية نهائية. العدالة بقى. حضرتك لما طبق الكادر